بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعرض فيها التصريحات المهمة والخطيرة وخلاصة تجربة للمرجع الشيعي حسن موسوي عن الخطر الإيراني على العالم الإسلامي، وكيف أن إيران استخدمت العقيدة الشيعية في تدمير العراق، سوريا، اليمن، لبنان، وأضيف من عندي أنها قد تدمر دول أخرى مثل الأردن، السعودية، الكويت، قطر، عمان، الإمارات، تركيا وغيرها من الدول. هذا المرجع الشيعي يكشف أمور خطيرة توفى خلال الشهور الماضية، لكن هذه التصريحات مهمة جدا. تعالوا نبدأ. وأول شيء قالوا أن العقيدة الشيعية هي تركيب من اليهودية والمجوسية والنصرانية، وأن الخميني كانت مهمته بدون أن يعرف من الأمريكان إلى إشعال الحروب في العالم الإسلامي، وما يحدث الآن. يعني تعالوا نشاهد. المذهب الشيعي فيه تداخلات، فيه موروث يهودي، موروث نصراني، موروث مجوسي. يعني أنا أقول شهادة لله وللتاريخ، وجدوا أن السنة المسلمين هم يمثلون الدين الصحيح، ولا يستطيعون إيقاف هذا الدين لأنه يستند على أسس حقيقية وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة. فأرادوا صناعة مختلفة عن الخط السني أو الخط الإسلامي الصحيح، فجيء بالخميني. لكن الخميني لا يعلم. الخميني أول دولة يريد أن يمر من خلالها إلى بعض الدول هي العراق، لأن نسبة الشيعة في العراق موجودين، وتكلموا عن مسائل مظلومية الشيعة وطقوس الشيعة ومن هذا الباب. وهذا الترويج يعني مو وليد اليوم، إنما أخذ فترة من الزمن من 40 سنة. وعند احتلال أمريكا للعراق يعني قتلت الوطنيين، واليوم 4 ملايين مهجر من العراقيين، وسلمت العراق إلى إيران. الذين كانوا يقاتلون العراقيين أبان الحرب العراقية الإيرانية اليوم هم يحكمون البلد. إذن هم سيطروا سيطرة كاملة على كل مفاصل الدولة، وهم يتحكمون بالقرار السياسي. فامتدت هذه العملية، وصلت إلى لبنان وإلى اليمن وإلى سوريا، وللحديث بقية إن شاء الله. يعني الموروث الشيعي هو وصلنا من الأحبار، يعني من موروث يهودي ومجوسي وبوذي ونصراني. لذلك تشوف طقوس الشيعة مختلفة، يعني يوميا تظهر لنا بدعة من هذه البدع التي يريدون بها القضاء على الإسلام وتشويه صورة الإسلام الحقيقي. لذلك اليوم نرى تطورا آخر قبل 4 عقود من الزمن، يعني منذ سيطرة نظام الولي الفقيه على الحكم في إيران بدعم عالمي وهو مشروع معادي للإسلام، نظرية مختلفة تآمرية للسيطرة على العالم الإسلامي. للأسف الشديد المذيع لم يسأله تفاصيل أكثر، فأنا أرجو من الإخوة أن يبحثوا عن كل تصريحاته على اليوتيوب، اسمه الشيخ حسن موسوي، واللي يجد هذه يعني تفاصيل أكثر عن هذه الجزئية يخبرني. أنا كنت عملت حلقة من قبل اسمها مقارنة بين العقيدة المسيحية والعقيدة الشيعية، اكتب على اليوتيوب صابر مشهور العقيدة الشيعية والمسيحية، وبإذن الله إن شاء الله نعمل عن المشترك مع العقيدة المجوسية والعقيدة اليهودية. طبعا عرضنا من قبل الكتب ال4 اللي بيرجع إليها المراجع ملالي إيران، هي كلها كتب إيرانية. فكتاب الكافي ألفه إيراني، وكتاب من لا يحضره الفقيه ألفه إيراني، كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار، الكتابين من تأليف 3 شخصيات إيرانية، وكلها جرى تأليفها في عهد الدولة البويهية التي كان حكامها لم يكونوا مسلمين وتظاهروا باعتناق الإسلام، وقالوا إنهم أحفاد كسرى، أحفاد آل ساسان، حكام كسرى اللي الإسلام أزال ملكه. وهذا نخصص له حلقة بالتفصيل بإذن الله إن شاء الله. الأمر الآخر هو الحوزات الشيعية. يقول لك هذا ذهب إلى الحوزة العلمية، وهذا يدرس في الحوزة العلمية. نفاجأ أن هذه الحوزات الشيعية تمنع وترفض تدريس القرآن الكريم، ونجد أنها أصلا لا تدرس، يعني لا يوجد فيها اختبار مثل جامعة الأزهر مثلا في مادة اسمها القرآن الكريم وتمتحن فيها تنجح أو لا تنجح، مادة الحديث، مادة كذا، مادة الفقه، مادة الفيزياء، الكيمياء، في منهج دراسي وفي سنوات كأي مدرسة أو أي جامعة.
لكن هنا لا نجد شيء هكذا، وفي الآخر يقولون عليه آية الله ولا يحفظ آيات من القرآن الكريم. تعالوا نسمع. وبالأمس يا شيخ حسن احنا عرضنا نماذج من الصلوات ل4 مراجع مشاهير: الخميني، جعفر سبحاني، مكارم شيرازي وهو له تفسير الأمثل تفسير، والقلبيقاني، 4 من مشاهيرهم كلهم يصلون الصلوات الانفرادية بقل هو الله أحد. لماذا إلا واحد منهم قرأ سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، أيضا هي من السور القصار. لماذا لم يتعلموا القرآن أصلا؟ لماذا لم تعتمد علوم الحوزة على القرآن؟ القرآن الكريم ليس فيه امتحان في الحوزات العلمية. يعني ما كل يوم أستاذ قبل لا يعمم أحد يقول له اقرأ لي جزء القرآن، أو اقرأ لي سورة المائدة التي فيها يعتقدون بها الولاية وغير ذلك، أو اقرأ جزء من سورة البقرة، ما عدا السور القصار يقرؤونها في الصلاة. يقول أنت اتبع هذه الرسالة العملية، تعلم كيف تصلي، كيف الصوم، كيف تدفع الخمس والمتعة وما يعنيك القرآن. احنا خلصنا لك هذه المسائل من القرآن الكريم، انت شو تسوي بالقرآن؟ لأن القرآن يفضح هؤلاء، القرآن يفضح هؤلاء. قلت والله يجب علينا أن نشكر أهل السنة لأنهم من أوصل القرآن إلينا. لو بقيت على مراجعنا الشيعة لم يطبعون ولن يطبعون نسخة من القرآن الكريم. الله. يعني القرآن الذي بين أيدينا في العراق، في لبنان، في مصر، كله هو الذي طبع في مكاتب أهل السنة. يعني هذا فضل يجب أن يعني نقف أمامه بكل تقدير واحترام، لأنهم حافظوا على هذا القرآن. جميل. لو لم يكن أهل السنة يطبعون هذا القرآن وينتشر في العالم لدرس القرآن من قبل علماء الشيعة ينتظرون القرآن الإمام المهدي، لكن اليوم أصبح مفروضا عليهم. أيضا هذا يقودنا إلى سؤال آخر هو أجاب عنه، أنه لماذا هؤلاء المراجع الشيعة يسمون نفسهم آية الله وحجة الإسلام، لماذا لا يصلون بالناس الجمعة، وإذا صلوا يصلون بآيات قصيرة بصور قصيرة يعني، فلا تجد لهم خطب ولا تجد لهم شيء ولا تفسير للقرآن ولا دروس التفسير ولا يعني تحدثون باسم الإسلام والقرآن وأنتم أصلا لا تعرفون شيئا عن القرآن. فتعالوا نسمع ماذا قال الشيخ حسن. المراجع وسر الاختفاء، السيستاني مثلا لم أجد له تسجيلا صوتيا واحد، وحتى المقاطع المرئية تجدها بدون صوت. لماذا لا يظهر مثلا يخطب الجمعة مثلا أو يصلي بالناس؟ ما سر ذلك؟ أولا خوف هؤلاء من الأخطاء، خوف هؤلاء من الأخطاء، يعني خصوصا في صلاة الجماعة. إذا صلى الجماعة وخطأ في آية أو آيتين يقول لك شلون هذا مرجع ويخطأ ولا حافظ قرآن. أنا أتحدى مرجع ديني شيعي حافظا للقرآن، أنا أول التابعين له. أي مرجع يخرج الآن يقول أنا حافظا للقرآن، أتحداك أي مرجع، سواء الخامنئي أو السيستاني، حتى الخميني الذي مات، والشيرازي والبروجردي والغروي وكل هؤلاء أتحداهم، أتحدى مرجعا دينيا يقول أنا حافظ للقرآن وأنا منهم. وهذا تحدي. هذا تحدي. أنا تربيت بهذه المدرسة، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وفقنا وبدأنا نحفظ القرآن الكريم ونتلو القرآن الكريم، وحفظنا أطفالنا الصغار وبناتنا الصغيرات، ولا نريدهم أن يتربون مثل ما تربينا في هذه الحوزات المعادية للقرآن الكريم. أتحدى وأكرر كلامي، أتحدى أي مرجع ديني شيعي يقول أنا مرجع ديني حافظا للقرآن ويخرج، أنا أول من يتبعه، أنا ومن يتبعني. بعد أن أعرض لك هذا المقطع للمرجع
جعفر سبحاني وهو يصلي بالناس ويقرأ سورة الفاتحة بطريقة لا يقرأها الأطفال من أهل السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سؤال يا شيخ حسن، هؤلاء يزعمون أن الراد عليهم راد على الله وهو على حد الشرك بالله، بحكم أن العقيدة الشيعية تقول الاثنى عشرية أن المراجع نواب الإمام الغائب الذي غاب من 1182 سنة. من الذي جعل لهم هذه القداسة؟ المرجعيات فارسية ولا يحفظون القرآن. شوف، أنا عندي عدة زيارات إلى إيران. أنا كنت أذهب إلى إيران، التقيت بعديد من علماء الدين، منهم على مستوى حجة وبحث خارج وآية، لم يحفظ من القرآن سوى 4 سور قصار. الله والله ثم والله ونحن في هذا الشهر الفضيل. الله أقول له لماذا القرآن عربي؟ قال فارسي. يعني أنا لا أريد أن أتعلم اللغة العربية، فكيف تريد المرجع الديني الفارسي يتكلم بلغة القرآن؟ طالب الحوزة لا يملك شهادة أكاديمية، يأتي من الخامس ابتدائي عندنا أو بالسادس أو الثاني متوسط يدخل الحوزة يتعلم علومهم، ووضعوا أمامه نقطة توقيفية لا يستطيع تجاوزها. النقطة التوقيفية ما هي؟ أن لحم العالم مر، إياك أن تناقشه، أن تناظره، أن تحاسبه. لماذا يتفوق علماء السنة على علماء الشيعة، سواء في حفظ القرآن أو التفسير أو الحديث؟ لأن دراساتهم أكاديمية منظمة فيها منهج. يعني حقيقة أنا عندما درست في الحوزة العلمية ليس هناك منهج واضح، وإنما يعني أستاذ الحوزة يتكلم بما يحلو له ويفسر ويعلم بما يحلو له. لذلك ترى كثير من طلبة الحوزة اليوم يعني بينهم اختلاف عندما يظهرون على شاشة التلفاز. أنا أقول حقهم، لأنه ما علموهم الشيء الصحيح. فماكو منهج في الحوزة في النجف الأشرف، يعني ليس هناك دراسة أكاديمية منظمة وامتحان وشهادة وبعدين دروس ضعيفة وقليلة. يعني أكثر درس نص ساعة يمكن كل 2-3 يأتي، ما عدا المناسبات الدينية التي تعطل فيها دروس الحوزة. يعني غير مواظبين. 6 أشهر يدرسوه يعلموه هجرومية ومقدمات ومن هالأمور هذا، وبعد ذلك ولا 6 أشهر لبسوه عمامة وقالوا له روح أنت. أما يصير يزخون خطيب منبر يقرأ من الكتب. أيضا الشيخ حسن الموسوي قال أنه العقيدة الشيعية هي بتقوم حول الفكرة القومية المجوسية أو القومية الفارسية. كما نعلم أن المسلمين في عهد أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان فتحوا بلاد فارس، ولذلك الخلفاء الثلاثة يسبون ويلعنون في إيران. طبعا هناك مجوس بقوا، في فرس أسلموا والحمد لله، وفي فرس ظلوا على عقيدتهم المجوسية يسبون ويلعنون في الفاتحين المسلمين. فهؤلاء اتخذوا العقيدة الشيعية لإخفاد القومية الفارسية، ولذلك تجد كل مراجع الشيعة في العالم كلهم إيرانيين، ولا تجد عراقيين ولا تجد لبنانيين ولا تجد أذربيجانيين ولا حاجة غريبة جدا. تعالوا نسمع ماذا قال. ذكرت شيخ حسن، قلت كل مفاصل الدين كانت عن طريق الفرس ابتداء من الطوسي. هل تقصد أن أصول العقائد
التي عند الإمامية الاثنى عشرية التي خالفوا فيها أهل الإسلام كالإمامة والعصمة وغير ذلك من المسائل، هي مسائل اختلقت لصنع دين فارسي، ونقول فارسي يعني الفرس إخواننا، إنما نتكلم عن الشعوبيين منهم يريدون إعادة أمجاد كسرى من خلاله. هل هذا ما تريد أن تقوله؟ دعني أعطيك نبذة عن تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي تأسست على يد الطوسي. نعم. الطوسي هو محمد بن حسن فارسي الأصل المتوفى سنة 460 هجرية 1040 ميلادية، وامتدت هذه المرجعية الفارسية إلى يومنا هذا، لأن يعني الإيرانيين هم المهيمنين على الحوزة في النجف الأشرف، كما أن أغلب المؤلفات في المكتبة الشيعية هي من رجال دين فرس الذين زوروا من خلالها التاريخ ووضعوا أحاديث وروايات لا تمت بصلة لأهل البيت سلام الله عليهم. وهذا يدل على أن الفرس لهم مآرب أخرى، وهي إعادة إمبراطوريتهم القديمة وثأرا للكسرى الذي أسقطه المسلمون بقيادة سيدنا عمر رضي الله عنه. طبعا السبب في هذا كله يا جماعة هو التأسيس المذهب الشيعي، ولما نأتي لتاريخه بإذن الله إن شاء الله، أنه تأسس في الدولة البويهية، وهي دولة فارسية كما ذكرنا، وقامت في بلاد فارس. وهنأتي لقصة هذه الدولة يعني بإذن الله إن شاء الله نعمل حلقة بالتفصيل عن تاريخ المذهب الشيعي أو العقيدة الشيعية، يتضح لنا لماذا كل هذه الأمور المتناقضة والغريبة الموجودة في هذه العقيدة. طيب، أيضا تناول مسألة نشر الدعارة. كما تعلمون أنه مراجع الشيعة في إيران يقولون أنه الزنا حلال. أي واحد يقابل أي امرأة في نادي ولا في كافيتيريا ولا في كذا، يأخذها إلى بيته نصف ساعة ساعة ويعطيها $50 $30 وكل هكذا تزوجتك متعة، ثم يزني بها ثم يتركها. فهم يقولون هذا، ثم يلصقون طبعا هذه الأكاذيب بسيدنا علي بن أبي طالب والإمام جعفر الصادق رضي الله عنهما، هما أبرياء تمام من كل هذه الأمور المشينة المخجلة. تعالوا نشاهد. يعني أنا ناقشت أحد المعممين، واحد كلام على المنبر قال كل الناس أبناء بغايا ما خلا من شيعتنا، هذا يقول الإمام الصادق عليه السلام. المتعة الذي هي أصبحت جريمة وكارثة أخلاقية بغض النظر عن الدين، يعني ربع ساعة نصف ساعة ليلة مقابل ثمن، ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هناك من يعني أجل الأخوة السامعين والأخوات وأجلك الله أخونا الشيخ فراد، يعني أصبحت يعني مثل ما يقال باللهجة العراقية أصبحت مهزلة، يعني عيب لا تقبلها الأخلاق العربية ولا الأخلاق الإنسانية ولا الدينية. يعني أنت تتعرف على وحدة مثلا في مكان ما وتقول لك أنا مطلقة ولعله متزوجة، تتفق معها بمبلغ من المال لمدة ساعة ونصف ساعة وبعد ذلك ترحل. هذا دين؟ هذه أخلاق؟ هذا القرآن؟ هذا نهج أهل البيت عليهم السلام الذين يستحون من الخيال؟ هذه المشكلة التي أوصلت الشيعة إلى هذا المستنقع. يعني منهم من يدخل إلى الحضرة الحيدرية أو الحسينية، الحضرة الطاهرة نقول، ينبح أجلكم الله كالكلاب. أنت عندما تريد تنبح انبح في بيتك، هذا مكان محترم تصلي فيه الناس، تقرأ الفاتحة. ماذا يريد منكم الحسين؟ ماذا يريد منكم علي بن أبي طالب؟ هل استشهد من أجل هذا أم من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني أنا ناقشت أحد المعممين، واحد كلام على المنبر قال كل الناس أبناء بغايا ما خلا من شيعتنا، هذا يقول الإمام الصادق عليه السلام. فتعال، بغايا استغفر الله معناته أولاد الزنا. قال لا، يعني بضع. لا، الآية صريحة، لم يكن أبوك امرأة سوء ولم تكن أمك بغية. بغية
أعوذ بالله، الزنا. أنت كيف يعني تصف أمة كاملة تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤدي الواجبات؟ قلت له هاي مو أخلاق الصادق عليه السلام، هاي مو أخلاق أهل البيت. أهل البيت يعني بريئين من هؤلاء. ننتقل الآن إلى أنه العقيدة الشيعية بتقوم على أساس اقتلوا المسلمين، وعقيدة المهدي أنه في مهدي عندهم. هم طبعا كما نعلم العقيدة الشيعية الإيرانية 12 إمامة يبدأون بعلي بن أبي طالب إلى الحسن العسكري، وهم أبرياء من هذه الخرافات يعني. بس كأي واحد نكرة بينسب نفسه شيء معروف، يعني واحد يريد أن يصل يقول لي أنا من رئاسة الجمهورية، أنا من المخابرات، وهكذا يعني يمارس النصب باسم جهات يعني إيه، أو أنا في الأزهر شيخ في الأزهر الشريف، وهكذا. طيب، فهؤلاء اللي يقولون ان في امام في السرداب في قم في ايران، ولما يخرج هيهدم الكعبه ويقتل المسلمين، والعقيده بتقوم على هذا. فهو يقول قتل ملايين المسلمين بسبب عقيده المهدي. هم يا لهارات الحسين، يعني اقتلوا من اجل الحسين او اثاروا الانتقام للحسين من المسلمين السنه، والمسلمين السنه اصلا يقتلوا الحسين. تعالوا نشاهد. موضوع المهدي موضوع مهم جدا، وهو يعتبر أصول عقائد الشيعة. ما وصلت إليه في البحث سنين طويلة تقريبا، أنا أبحث عن هذا الموضوع المهم الذي بنيت عليه عقائد أخرى، والذي تسبب من خلال هذا الموضوع إراقة دماء بالملايين البشر الأبرياء المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني أما تلك الكتب والمجلدات التي ألفت عن الإمام المهدي عليه السلام تعد كتبا استهلاكية. نعم. أما الذي قيل إنه يأتي بالقرآن الصحيح وليس القرآن الذي بين أيدينا، فهي كذبة مجوسية يهودية، المراد بها إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم. لذا ترى أن القرآن في الحوزات العلمية معطل، يعني لا يذكر إلا قليلا ولا يحفظ لطلبة الحوزة. أستاذ الوحيد الذي كان يعطي تفسيرا هو الشيخ صالح الطائي، وتوقف عن ذلك الدرس. أما تحفيظ قرآن لا يوجد في الحوزة العلمية، لأن القرآن هو أساس الدين. لو لم يوجد قرآن لا يوجد دين. إذا كان هذا القرآن ليس هو القرآن الصحيح، إذن ليس لدينا دين صحيح. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالرسالة والوحي والتنزيل وقتال وفتح بلدان وأعطوا آلاف الشهداء وخلفوا الأرامل والتكالى واليتامى من أجل هذا القرآن. إذا كان القرآن ليس القرآن الذي نتعبد به أو نسير على منهج هذا القرآن، إذن ما فائدة 1442 سنة نحن نعبد الله سبحانه وتعالى على منهج هذا القرآن؟ يعني هذا العقل يرفض هذا. وبعدها يأتي المهدي بقرآن يعني غير الذي بين أيدينا، ويتعبد به المسلمين لمدة 3 سنوات أو 7 سنين، وهي مدة حكم الإمام المهدي حسب ما يدعون. جميل. يعني 1442 سنة هذولا كعبادتهم راحت مشت. احنا راح نعبد الله سبحانه وتعالى 3 سنوات أو 7 سنوات عندما يأتي الإمام المهدي بهذا القرآن الصحيح. القرآن يفضح هؤلاء. لماذا؟ لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. طبعا السؤال الذي نسأله لملال إيران وهؤلاء، الأهم من سيدنا الحسين هو سيدنا علي، واستشهد وقتل رضي الله عنه، فأين الثأر العلي؟ قال لك انسى علي. طيب الأهم من سيدنا علي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتل واستشهد. وقتل سيدنا عثمان أصعب من قتل سيدنا الحسين وأصعب من سيدنا علي. وسيدنا عثمان أهم في التاريخ الإسلامي وفي المكانة الإسلامية وكل شيء يعني، وتزوج ابنتين للرسول. المهم يعني فمش عايزين ندخل. وفتح بلدان، يعني آثار سيدنا عثمان بن عفان موجودة حتى اليوم، والذي أرسل المصاحف إلى الأمصار، ده إصلاح عظيم. يعني حتى في مصر اليوم مصحف من هذه المصاحف وزنه 80 كيلو جرام، مكتوب على جلد الغزال.
المهم فسيدنا عثمان جمع المسلمين من اللي حصل عندهم عند المسيحيين يعني، والاختلاف حول نسخة. المهم فأين أين ثأر العثمان؟ والأهم من سيدنا عثمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل أيضا. أين ثأر العمر؟ ما في، هو الحسين فقط. لماذا؟ لأنه العقيدة الإيرانية تقول أن الحسين متزوج من أميرة فارسية اللي هي شاه زينان ابنة آخر ملوك الفرس، وإنه أحفادها، فلذلك هتلاقي النسل الأئمة الاثني عشر في نسل هذه الأميرة الفارسية. فهمنا؟ طيب مسألة مهمة هو بيتكلم عن بعد كده هنسمعها. سيدنا هل كان في شيعة أصلا؟ كان في أنصار لسيدنا الحسين في العراق فعلا؟ فهنا لما نشوف خط سيدنا الحسين طلع منين يا جماعة؟ من مكة، مقتل سيدنا الحسين. فأهل مكة لم يخرجوا معه، خلي بالكم. لماذا لم يخرجوا معه؟ ولم يذهب للمدينة، أهل المدينة لم يخرجوا معه، لماذا؟ واتجه صار بكل هذه، يعني أهل نجد لم يخرجوا معه. ثم الكوفة، أهل الكوفة وهي عاصمة الدولة في عهد سيدنا علي، هو مكث في الكوفة 5 سنوات لم يخرجوا معه. فاتجه إلى كربلاء واستشهد رضي الله عنه في كربلاء. فلماذا كل هؤلاء الناس على اختلاف مشاربهم من مكة للمدينة، على اختلاف قبائلهم على الكوفة، رفضوا أن يخرجوا معه؟ هذا سؤال مهم. ولماذا هو أصلا لما كان في عهد سيدنا علي بن أبي طالب وقتل سيدنا علي وأهل العراق بايعوا ابنه الحسن، ابنه الحسن قرر أن يتنازل بالخلافة عن من؟ لمعاوية. طيب ما كان أمامه أخوه الحسين. يعني أنت سيدنا الحسن لا تريد الخلافة لنفسك، لا تريد أن تكون الحاكم وأمير المؤمنين، بسيطة يعني، في أخوك سيدنا الحسين. فحتى سيدنا الحسن لم يتنازل لأخيه الحسين. ثم سيدنا الحسين لم يطلب الخلافة لنفسه مقابل معاوية. يعني هو يقر سيدنا الحسين أنه سيدنا معاوية هو الأقدر والأحق بالخلافة. وأنا هعمل حلقة بالأدلة المادية، يعني كهذا مثلا، ما هي دي دليل مادي، حركة السير ورد فعل الناس وإلى آخره. ماذا كان هنالك؟ هذه أمور. لماذا أخو سيدنا علي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب ترك الكوفة مع سيدنا علي واتجه إلى دمشق مع سيدنا معاوية؟ لماذا والي البصرة اللي هي البصرة سيدنا عبد الله بن عباس، ده من كبار الصحابة، استقال من ولاية سيدنا علي وعاد إلى المدينة المنورة؟ لماذا؟ هذا نخصص له حلقة أخرى، لكن تعالوا نسمع طبعا ملحوظة مهمة جدا وقال هذا المرجع الشاهد. تعالوا نشاهد. أنا سألت المراجع الذين يدعون المرجعيات، قلت إذا كان هناك شيعة في العراق لماذا لم يخرجوا مع الحسين للقتال؟ العراق بأكمله بأجمله، الحسين مر في عدة مدن وعدة قرى وعدة ولايات، وعرفوا أن هذا الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام هو ابن فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجاء للإصلاح. لماذا لم يخرج معه أهل العراق للقتال؟ إذن لم يكن هناك شيعة في العراق في زمن الحسين. أهل العراق يعني أرسلوا له آلاف الرسائل والكتب، العشائر العراقية. الآن العشائر العراقية هي موجودة في العراق، ومنها من أجدادهم من قتل الحسين عليه السلام. أنا لا أريد أن أذكر أسماء العشائر حتى يزعلوا يقولون السيد يتهمنا بدم جده الحسين عليه السلام. أقول الحسين عليه السلام لم يقتل في المدينة، الإمام الصادق عليه السلام لم يقتل في المدينة، الباقر عليه السلام لم يقتل في المدينة. لماذا جاء الحسين عليه السلام إلى العراق وقتل في العراق؟ من أين تريدون الثار؟ يعني ماذا مصر قتلوا العراق، أو قبل لا يعني تسمى المملكة العربية السعودية أهل نجد أو الحجاز الذين قتلوا العراق، أم أنتم الذين قتلتم العراق؟ من أين تأخذون الثار؟ قتلتم الحسين، نعم. من أين وأنتم أجدادكم الذين قتلوا الحسين؟ ولكنهم لا يرفعون الثار إلا من أهل جزيرة العرب ومن أهل مصر ومن أهل الشام. هذا العقل المركب، هذا النفس الفارسي، هذا الدس الفارسي، إنه أهل السنة، أهل جزيرة العرب
مصر، المغرب، أهل الشام هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام. هذا الموضوع المغلوط الكذب. ترفع راية وتكل يا لثارات الحسين، من أين تأخذ ثارات الحسين؟ أنت الشيخ فراج الصهيبي يعني أنت مشترك في قتل الحسين عليه السلام؟ وددت لو أني أدفع عنه بنفسي رضي الله عنه. جزاك الله خير الجزاء إن شاء الله. إذن الموضوع هو موضوع سياسي مفبرك، ضحكوا على عقول بعض السذج، يعني بعض أجلكم الله الهمج، الرعاع، الأطفال، الشياب. موضوع معقد هذا. يعني أتمنى أن يرتقي العراقيين إلى أرفع من هذا الكلام. بثوا الطائفية، يعني 2007 2006 كان القتل على الهوية. والله العظيم يعني 16 17 سنة شباب حتى ما يعرفون بالدين، مساكين، وإلا هويته يقرأ فلان وفلان. وهذا الذي يريده الفرس، هذا الذي تريده إيران. هاي تريد تحرر العراق، تريد تنقذ العراق من أين؟ أنا يتصلون بي عراقيين يقول والله سيد ادعي لنا، يقول والله خايف، يقول كل ما يندق الباب أخاف. أجوني العصائب، يجوني الشهداء، يجوني حزب الله، يجوني صدريين، يجوني. يا ليش؟ قال والله ما حد. يعني كل ما هنالك هي أهواء نفسية. أحسن الله إليك شيخ حسن. طيب شيخ حسن، الموضوع الذي ذكرته أيضا من ضمن المحاور التي أردتم طرحها موضوع الخمس هم يعني المشكلة هم عندهم فهم خاطئ للقرآن الكريم. نعم. الخمس يدفع في وقت القتال وهو الغنيمة. نعم. كما نص يعني عليه القرآن الكريم: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعني وقت الحرب، هاي في سورة الأنفال واضحة. وقت الحرب عندما يستطيع المسلمين في الفتوحات أن يحصلوا على مواد وأموال، خصصت هذه الغنيمة لبعض الفئات التي ذكرناها. يعني لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ماذا عن خمس المراجع الذين يأخذونه من أرباح مكاسب المسلمين وما زاد عن مؤونة السنة؟ هل له مستند يعني من القرآن والسنة؟ أكثر المراجع اليوم عندما يوجه لهم هذا السؤال يقول لك لا، نعم، هذه الآية في سورة الأنفال هي تخص الغنيمة في القتال. طيب، تقول له من أين أتيتم هذه المسألة الفقهية أن الخمس هو يدفع من الكسب، يعني ما يكسبه الناس؟ يقول الإمام المعصوم هو من أقر أو أسن هذا الخمس. تعود تسأله مرة ثانية، تقول له هل الإمام المعصوم يخرج عن كتاب الله؟ يقول لا. طيب كيف أنتم يعني أنتم تسيئون إلى الإمام المعصوم؟ لأن أشد التزاما بالقرآن والسنة هم أهل البيت عليهم السلام. هذا بعد الأئمة عليهم السلام هو موضوع سياسي طبعا. الخمس اللي يأخذون المراجع أنا ذكرت هو حرام طبعا، وإنما يأكلون نارا في بطونهم، وأنت ذكرت في المقدمة. هو فكرة سياسية استحدثت بعد الأئمة عليهم السلام لتقوية المذهب، وليس له وجه شرعي ثابت في الدين، مستحيل. يعني هذا المسكين، أنا أتكلم عن العراقيين اليوم الخليجيين إخواننا الشيعة، هذا المسكين يكدح ليل نهار ويتعب ويؤسس ويفكر ويصرف وقته في سبيل يحصل على مبلغ. حصل 2,000,000 دينار أو 1,000,000 دينار، أنت تجي طلع منه 200,000 تجي تسلمه بإيد المرجع. هو مجرد عنده عمامة وعنده رسالة منسوخة عملية، وهذا أديت الخمس يتنعم به، يشتري السيارات والفلل
الأمور الأخرى، يعطي بعض الفتات إلى بعض الطلبة وبعض المحتاجين. هذا الحرام بعينه. يعني أنا عندي جدي يقول ابني من أكل لقمة واحدة حرام لا يقبل دعاءه، لقمة واحدة. نعم. فكيف هاي الناس اللي يأكلون أموال يعني الناس ما له أصل في الشريعة، ما له وجه شرعي أبد. الخمس هو فقط في وقت القتال، نعم. يعني ويعتبر غنيمة. ما كان من قتال أو من الفيء، سواء الغنيمة والفيء. يعني أكثر الأحزاب الدينية والميليشيات يعني بعيدين عن الصلاة والصوم، أكثرهم في الأماكن الموبوءة. اسأل العراقيين عن هؤلاء. موضوع ليس موضوع ديني، وإنما هو ثأر. فاليوم هم مسيطرين على العراق. يعني أول ما جاءوا قتلوا الضابط وقتلوا الطيار وقتلوا الطبيب وقتلوا المهندس وهجروا ملايين. هسه يعني أكثر من 4 ملايين عراقي مهجر خارج البلد. تعرف أخي العزيز، صحيح. هم استولوا على الاقتصاد البلد وعلى القرار السياسي في البلد، ولا يمكن أن يتحرر العراق ويعيش العراق شأنه شأن أي دولة مستقرة يعني تتنعم بثرواتها إلا بعد خروج هذه الميليشيات وهذه الأحزاب الموالية لإيران. موضوع يريدون أن يمرون من خلال العراق إلى بعض الدول، إلى لبنان وإلى سوريا وإلى اليمن وإلى نيجيريا. أنتم شو وداكم من نيجيريا؟ يضخون أموال على العلماء بنيجيريا يشيعون العالم. على أي دين تشيعه؟ اتركوا الناس تعيش بمعتقداتها، بأخلاقها، بإنسانيتها. إيش راح تجيبونهم أنتم غير الأذية والحقد والكره والقتال فيما بينهم؟ أي دولة اليوم دخلت لها إيران ما دمرتها. شوف لبنان ماذا جرى في لبنان، شوف سوريا أصبحت خربة، شوف العراق اليوم. هذا العراق الجميل، هذا مهد الأنبياء، مهد الحضارة والتاريخ، بلد العلماء، بلد الأدباء، بلد الشعراء. اليوم جهلة يحكمون العراق، أطفال يقودون ميليشيات بالملايين، يعني لا يفقهون من كتاب الله آيتين. مشكلة العراق أخي اليوم مشكلة كبيرة. هم في رسالتهم العملية يقولون الذي لم يتبع مرجعا أعماله باطلة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. السؤال، رحلة البحث هذه التي جعلت، يعني نريد أن تحدثنا عن هذه المسيرة التي ابتدأت من أيام الشباب فيما يبدو. كان لقائي مع السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله تعالى، فدار حديث بيني وبينه في مسألة الزهراء. هل سيدنا عمر رضي الله عنه فعلا يعني دفع الباب وضربها البسمار في خاصرتها وماتت من أثر ذلك، وأخفت هذا الشيء عن الإمام علي عليه السلام إلا حينما غسلها واكتشف ذلك الموضوع؟ قال هذه كذبة، بل قال كذبة مجوسية. قلت ما هو الدافع؟ قال الدافع واضح. قال الفرس إلى أن تقوم الساعة يكرهون سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هو الذي قضى على إمبراطورية فارس، الرجل الذي فتح البلدان وكان حبيبا ورفيقا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وتزوج بنات علي بن أبي طالب، كانوا أحباء، كان بينهم صلة، ليس صلة المصاهرة وإنما الصلة الروحية والعلاقة يعني التي بينهما لا توصف. فقال لا تصدق بهذا الكلام. قلت له والله يا سيد أنا لا أريد أن أصدق كلامك ولا هذا الكلام، لا بد لي من البحث والاطلاع حتى أكون فالرجل كانت أفكاره جيدة. أما هل كانت لديه بعض يعني العقائد لم يبوح بها؟ نعم، تكلم بأمور كثيرة لا نريد أن نثير هذا الموضوع أمام الشعب اللبناني. الشعب اللبناني الذي يعاني اليوم مثل ما يعاني العراق بسبب إيران. ذكرت قبل قليل نقطة في غاية الأهمية، أنكم لما كنتم في الحوزات كنتم تعتمدون على كتب أهل السنة في فهم كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله. في الختام أرجو من حضراتكم
من لديه وقت أنه يسمع لكل فيديوهات هذا المرجع الشيعي ويرسل لي روابطها برقم الدقيق الأمور المهمة التي ذكرها كي نستفيد من علمه رحمه الله. وفي النهاية أنا هترك هنا الشهادة كاملة، هي أكثر من ساعة ونصف، أرجو الاستماع إليها للناس المتخصصة يعني، فأرجو الاستماع إلى هذه الشهادة كاملة، وأيضا الاشتراك في قناة الشيخ الذي استضافه لأنه قناة مهمة جدا، وبإذن الله إن شاء الله سأتابعها وأتابع الفيديوهات فيها. وهنا فيرز فيديوهاتي على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر ورابط قناتي على التليجرام أرجو الاشتراك فيها. هنا أيضا قائمة الفيديوهات التاريخية والوثائقية أرجو أن تشتركوا فيها، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.